أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحول الله أجواء غائمة ستخص تقريبا جل المناطق الشمالية. سحب ركامية ستنتشر على الواجهة الساحلية أحيانا كثيفة إن شاء الله، بينما على الهضاب والمرتفعات دائما تواصل لزخات مطرية. خلال الصبيحة ستخص الواجهة الداخلية الغربية ليتحسن طقس خلال واخر النهار، بينما تواصل لزخات مطرية التي ستتهطل إن شاء الله وتكون تحت وقع رعود ستخص المناطق الداخلية الوسطى وكذلك منطقة الأوراس. بعض الأمطار المتفرقة خلال الأمسية من الجنوب الغربي نحو الصحراء، أقول نحو شمال الصحراء، منطقة الصورة كذلك منطقة الواحات. دائما أجواء رعدية، احتمال عندما نقول لرعود احتمال لبعض القطرات من الأمطار غير مستبعدة إن شاء الله. من حين لآخر ستتهاطل على أقصى الجنوب منطقتي الهوغار وتصل وصولا إلى مناطق الجنوب الشرقي. عن درجات الحرارة خلال ليلة اليوم إن شاء الله ننتظر إذا تراجع ولو طفيف لدرجات الحرارة تقريبا على كافة المناطق الشمالية، خاصة على الهضاب العليا الوسطى وكذلك الغربية. ننتظر مقاييس ما بين 12 لغاية 15 درجة، 24 درجة على العاصمة بومرداس تيبازا، 20 درجة على باتنا، 23 درجة على كل من بجاية جيجل سكيك عنابة حتى على قالمة، 28 درجة على قسنطينة، نفس المقياس على البليدة تيزي وزو والبويرة. جنوبا تصل لغاية 21 درجة على غردية من راست. ننتظر 18 درجة على تندوف بني عباس، 14 درجة على بشار. مقاييس ما بين 25 إلى غاية 27 أحيانا 28 درجة من أقصى الجنوب نحو الصحراء الوسطى كذلك منطقة إليزي وحتى على جانت. أما خلال ظهيرة الغد تراجع لدرجات الحرارة دائما على المناطق الوسطى وخاصة الغربية والمرتفعات والهضاب. ننتظر بحول الله 22 درجة على كل من البيض، نعامة، سعيدة كذلك عين الصفرة حتى على ولاية بشار، 23 درجة للجلفة، المسيلة، الغواط كذلك، 25 درجة على التيارت، تسمسلت، 32 درجة على تيزي وزو، البويرة، البليدة، نفس المقياس على تلمسان، 30 درجة على العاصمة بومرداس تيبازا كذلك قسنطينة. ننتظر دائما طقس حار نسبي سيخص إذا موجة الحر دائما ستخص الواجهة الساحلية الشرقية من عنابة نحو الطارف وسكيكدا، 35 درجة على قالمة وميلا. ننتظر 30 درجة على باتنا. جنوبا تصل لغايه 31 درجه على بني عباس تندوف، كذلك ولايه غردايه 38 درجه على تيميمون ادرار، نفس المقياس على حسيم سعود ورقله اليزي، اعلى مقياس على اقصى الجنوب مع 48 درجه. فالبحر خلال يوم الغد يبقى دائما قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفه متغيرة الاتجاهات غربا لكن تميل الى جنوبيه شرقيه على الواجهه الوسطى، لكن شرقيه تماما شرقا ضعيفة كما قلت لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة. غروب الشمس أو شروق الشمس لصبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 6:56 دقيقة، أما الغروب بحول الله سيكون في 6 مساء و9 دقائق. وللتواصل معنا دائما ما عليكم إلا زيارة مواقع الأرصاد الجوية. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.